صراحة زينة. السلام عليكم، كيفكن يا صبايا؟ كيف صحتكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أموركم تمام. رجعنا لكم بفيديو جديد وبروتين جديد. مثل ما شايفين اليوم كان عندي نزلة على السوق، والله وصلي زمان نزلت، تفاجأت والله. يعني في شي جديد عاملينه بالسنتر وهيك، فحبيت أصور. مثل ما شايفين عيد كريسمس، أعياد الميلاد جاي ونازلين الزينة، وأنا بيجذب نظري هدول الشغلات. مثل ما شايفين حبيت خاتم كتير كتير عجبني، مثل ما شايفين عم أشر عليه، هذا إله ألماسي. شوفوا ما أحلاهم، بحب الشغلات الناعمة. ايه تفرجت بس هيك، شوف تفرجت، عديت تفرجت عبالكن ليكو، هذا اللي عجبني. هدول سلسالات صغيرة سحبات. هاي أنا وريحة كنت رايحة أشتري سمك من محل الروسي، بجيب سمك فريش، فرحت أشتري من عنده. وهون محل الزينة، الورد، الزرايع الصالونية والحدايق. فشفت هاي الزرعة كتير كتير عجبتني، هاي بتنزل بالأعياد الميلاد، هاي قفل ورقة لونها خمرية، كتير 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 كويسة. ما شاء الله على هالورود وعلى هالزهور وعلى هالمناظر، كتير كتير حلوة. ما شاء الله شد بيهتموا بأدق التفاصيل. هيك على هالورد مناظر شي بتشهي، مثل ما شايفين ليكم. على بوكي الورد. قلت له لجوزي، قلت له اشتري لي واحد، قام قال لي ايه بالرجعة، ضحك علي. شوف ما احلى، ما شاء الله. انا بحب الزرايع، بحبها بموت فيها، الزرايع الصالونية والزرايع بالحدايق كتير بحبها. وهي رايحين على المحل الروسي، بدنا نشتري سمك مثل ما قلت لكم، فهو قريب على السنتر. هي اخذت لكم لقطات طريقنا نحن وماشيين. هي السنتر محل ما كنا. هون خط الاسبان. هاي جينا على المحل لهون، كله مزينين، وكله اجت الاعياد. هلا وين ما بنمشي بنلاقي هالزينة هيك، بس بيحطوا هدايا بالاشجار مشان الاطفال يجوا ياخدوه. هاي دخلنا المحل ورحت مباشرة لعند السمك. هاي كلها في سمك بحري ونهري، انا ما بحب النهري. وكان يعني اللي عرضينه قليل، بس كانوا جوا محيطين ورا منهم. عفوا، ايه حيطين ورا منهم. السمك اللي اخترته دجاج، وهي المسمكة في منهم بيشتروه يعني عايش هسه، تختاري سمكة وتشتري. مثل ما شايفين
أنا بشتريه بحري. أخدته هذا النوع الإجاد، أخدت هون وجابت لي من وراها، كان وراها محطوط، جابت لي كمان فرخين. أخدت 4 فرخ لأني ما باكل، ما حدا بياكل من ولادي، بياكلوا القريدس، أكل البحري قريدس كاليماري، بس أنا بحب الأسماك فجبت 4 سمكات. ايوه هون والله صاير شي بالنار. 4 سمكات ب16 يورو أخدتهم. وهون مجفف ومشوي. وهون مثل أهل مصر بالرنجة كمان عندهم هون بيبيعوها، والكل بأنواعه السمك، وصوصات وسلطات وكل شي بخص الأسماك بيبيعوا. وهي جيت على البيت مثل ما شايفين، عديت جبت لحمتي كمان، قطعت لحمة وجبتها. وهي السمك قلت بجهزه، بس ما بنفس اليوم بدي أعمله، بس بدي أتبله، أنظفه وأتبله وأحطه بالبراد لبكرة. واليوم رح تشوفوا معي طبختي. أنا السمك بنظفه بالمقص، أهون وأحسن. قد ما كانت الكمية كتيرة ما دقيقة بتنجزيها. ليك الصوت بالمقص كليتها، الحراشف كليتها، هيدي الزعانف كليتها بقصها. زحطت السمكة من ايدي. لا تستعجلي. هاي اضاءتي كنت ما منتبه عليها، ما معليتها. هاي نظفت كمان الحراشف، نظفتهم كلهم. شايفين وين اللي عم يصلوا على النبي؟ صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف كليته بالمقص وبنظفه. صور، ركز على التصوير. السكين ما بستعمله غير لقطع الراس. طلعوا الأدانين قال بيعرفوا، واحد بيعرف السمكة إذا فريش ولا لا من أدانية. في دمني. اكتبولي بالتعليقات مين بيحب السمك. أنا روح قلبي السمك، بحبه، هي أكلتي المفضلة. وهي مثل ما شايفين وصفته. في مقطع راح منه السرسبة، هون بجرحها بالسكين وبطلع بقلبها دم أسود، يعني هذا بيعطي زفارة السمك. هذا إذا واحد ما طلعه بتضل الزفارة في قلبه، بتعطي طعمة ما طيبة. ما مبين الليمونة. غسلناه 100 دور. حطيت له هي تتبيلته، قطعت الراس كبيته، حطيت له تتبيلته، وحطيت له ليمون، كزبرة وبهار وملح وفليفلة ناعمة وتوم ناعم، رشيت له توم مطحون. بس طلعني على التصوير. احكولي وين عم بتروحوا وين عم تجوا بهالبردات؟ والله صاير برد كتير نحن عنا، كتير صاير برد. هلا اكيد رح تقولوا لي ليش ما لابسه كفوف وما بعرف. ما بعرف اشتغل بالكفوف، مع انه عندي موجودين، بس ما بعرف اشتغل بالكفوف، ما بتهنى فيهم. مثل ما بقول لكم والله صاير عنا برد، والله يسترنا من الثلج. هون هدول عم ليفهم، بدي احطهم بالجلاية واليف المجلة. يوم كانت بنتي مرضانة وبدي اخذها على الدكتور كمان. الله يحن عليهم يا رب ويشفيهم هالاطفال. والله مين ما شفت ومين ما حكى معي بيقول لي اولاده مرضانين. والله هالجو كتير بيمرض. وهون ليفت المجلة وعم بعد تنظيف السمك. حطيت لها خل، حطيت لها معقم. هاي خل حطيت لها كمان للمجلة، وليفناها وليفنا
الحنفية. بس جرحت ايدي جرحة والله بهالتليفة بالمشبكة جرحتها. يلا شايفة هون جرحت ايدي. وهذا ليو افندي دائما مع جبنة ما مفارق. وهي جرحت السمكات هيك مثل ما شايفينه، شوفوا على قلبهم ما ابيضوا. هون محل ما بقلكن هون في دم اسود لازم يطلع ضروري. طبعا مخربطين حاطين الفيديو اللي عم تبله بعده هذا تبع هلا شو اسمه يلا مرقوة. وهون بيومها كان ابني صايم الله يتقبل له يا رب، صايم فطبخت له رز وبازيليا وعملت له فتوش وقليت له صحن بطاطا. شايفين؟ قال علي يومين يا ماما من رمضان لازم اصومن، قلنا له صوموا. الله يتقبل يا رب. وهي جهزت له هي الفتوش وهي الرز. هسه البطاطا يعني بقلب القلاية، فأذن المغرب بده يفطر يا ماما يا ماماس، فحطيت له سكبت له والبطاطا هسه بدها دقيقة وبتجهز. وهذا هو فيديو تاعنا وان شاء الله يكون عجبكم، واذا عجبكم حطوا لي لايك واكتبوا لي تعليقكم. السلام عليكم.